سلام الله على الحباب، كي دايرين؟ كنتمنى حكايتي الليله تلقاكم وانتم كيف ما كتمناو. قالوا ناس زمان الصقع الا بغى يدير مزيه كيهرس لمو القصريه، وكاع اللي كلاتو المعيزه في الجبال كتحطو في لوطه. قبل ما نبداو هاد القصه بغيتكم كاع اللي كيعرف شي مثل شعبي يكتبوا ليا في لي كومونتير، ويا الله معايا نبداو. وقبل ما نبدا حكايتي لازم صليو على سيد الخلق محمد عليه الصلاة والسلام. صليو عليه. ويا سيدي على ما حكاو ناس زمان، واحد المرأة مات راجلها وخلالها وليد. راجلها كان ما يكسب ما يعلم، ايوا هي مسكينة باش تكبر هداك الولد وتقريه وترجعو راجل، كانت كتمشي تخدم عند النساء في الديور في النهار، وفي الليل كتغزل الصوف. ايوا يا سيادي الولد مشى للكتاب وقرا وكبر ولا عزري تبارك الله، ولا من حفظات القرآن. وفي يوم من الايام وهو ناعس وكيشوف في منامه باللي تزوج بنت القاضي. فاق في الصباح وهو يقول لي امه: امي نعم وليدي، بغيتك تمشي تخطبي ليا بنت القاضي. ان شاء الله وليدي ان شاء الله. ونوضي يا امي نوضي يلا توصلي. ويلي يا وليدي، واش كتضحك معايا ولا كتفلى؟ لا واه امي ما كنضحكش معاك، انا كنهضر بالمعقول. نوضي سيري خطبي ليا بنت القاضي. لا واه وليدي رجع لعقلك يا وليدي، علاه يسحاب لك نتايا ولد الشيخ الفلاني ولا ولد المفتي ولا؟ وجمع الوقفه وليدي ونوض توضى صلي لك 2 ركعات. اش من بنت القاضي كتفلى معايا وليدي؟ خليني نمشي نخدم خدمتي. لا امي راني بغيتك تمشي تخطبيها ليا واليوم. واش غنقول لك يا وليدي، يا كضحك عليا يا دايرني ضحكه؟ واش نسيتي باللي انا كنمشي نخدم عند العيالات في الديور باش نوكلك؟ ها ايوا الدري سمع الهضره هو يضرب الطم وسكت. جا عاوتاني الليل ونعس وكيشوف نفس المنام. لا غد ليه عاود فاق هو يقول لامو: امي نوضي سيري خطبي ليا بنت القاضي. وجه الله وليدي، وجه الله كل صباح تصبح عليا بهذا الموال. واش انت هبلتي اولا خرج لك العقل؟ ها ولات غير الدور فيه امو ويسكت، ولا غد لي عاود يقول ليها نفس الهضره، اليوم على غدا اليوم على غدا كل نهار. واحد شويه ولات كتشوف ولدها غادي وكيضعف وكيصفار وحالو ما عجبهاش، وتخلعت عليه وخافت تفقد الولد الوحيد اللي تكسب. ايوا يا سيادي قالت مع راسها: ويلي غنبقى نشوف ولدي هكا وهو كيضيع مني، ومالها نمشي لدار القاضي، اش غيديروا ليا كاع؟ غياكلوني، ما عندهم ما يديروا ليا. ايوا لبسات حيكها وخرجت على دار القاضي، دقات عليهم وخرجت لها الخادم: نعم لالا ياك لاباس شنو خصك؟ قالت لها: انا بغيت نتقابل مع مرات القاضي. مرات القاضي كانت في الجنان كتسمع، شاورات على الخادم وقالت لها: دخليها. دخلت عندها وفرحت بها مرات القاضي: مرحبا يا لالا، زارتنا البركه. شافتها حالتها حاله يسحاب لها شي مرا كتطلب. قالت لها: نعم لالا شحب الخاطر؟ قالت لها: جيت طالبه راغبه في بنت الحسب والنسب. وهي تقول مع راسها: ياك ما هاد المراه هادي خدامه عند شي ناس اكابر ومصيفطينها تخطب بنتي. قالت لها: لمن؟ قالت لها: لولدي. نعم لالا شنو قلتي لمن؟ ايه لالا لوليدي. مرات القاضي تعجبات وتبهضات وقالت مع راسها: واقيلا هاد المراه مسكينه غير قتلها الجوع والفقر
وهي تهبل. دخلات جابت شي فلوس وعطاتهم للخادم وقالت لها اعطيهم لديك المرأة وقول لها تمشي بحالها. وهكذا كان. خرجت المرأة الكبيرة مسكينة وهي مضيومة ومشات عند ولدها، قالت لها يا وليدي مصيفطني نخطب لك الضغمة كبر من فمك، ها هي اعطاتني شي دريهمات وصيفطاتني، اسحاب ليها جيت تنطلب. ايوا سكت ولدها ولا غد ليه غير فاق، قال لها امي نوضي سيري عندها. عند من؟ عند مرات القاضي، سيري خطبي لي يا بنتها. لا وها وليدي انا بان ليا واقيلا خرج لك العقل ديال بصح، هذا راه سميتو الهبال. انا راه الا مشيت رجعت عندها تقدر تحرش عليا الخادم ديالها وتعطيني واحد الطريحه ديال العصا، وديك الساعه عاد غترتاح ويعجبك الحال. هو يقول ليها بغيتيني نموت امي ياك بغيتيني نموت. سمعات وقال هاد الهضره، لبسات حايكها وخرجت كتجري عند مرات القاضي وعاود خطبات ليه بنتها. مرات القاضي قالت مع راسها يا حريره هادي، كيف غندير نتفك من هاد السيده هادي تمشي عليا بحالها. ما بغاتش تجرحها وقالت ليها لا انا بنتي راه باقا صغيره، وزيدون الخطبه للرجال، انا ما عندي ما نقول وما عندي ما نعطي. ايوا مشات عند ولدها وحكات له اللي كاين، قالت له وليدي قالت لي الخطبه للرجال، وانا وليدي نقول لك الحق انا ما نقدش نمشي عند القاضي وندخل عليه ونخطب منه بنته، لا ما نقدش. لا بغيتي يا وليدي سير نتايا عنده خطب بنته من عنده، انا ما نمشي شي معاك. هي همي وعلاش لا نمشي عنده علاش ما نمشيش. ايوا مشى الدري لدار القضاء ودخلوه عند القاضي وقال ليه مرحبا بولدي اش حب الخاطر. قال له جيتك سيدي خاطب راغب في بنت سيادتكم. قال ليه ولمن؟ قال ليه لي انا. قال ليه وشكون سيادتكم وانت ولد من؟ قال ليه انا با سميتو فلان الفلاني وراه ميت الله يرحمه. بقى القاضي كيتفكر واش هاد السميه هادي من سميات ديال شي واحد من الاكابر ديال البلاد. بقى كيفكر والو، حتى حد ما طاح ليه في بالو، ما كيعرف حتى شي واحد بهذا الاسم. وهو يقول ليه واش خلى لك باك الله يرحمه؟ قال ليه ما خلى لي حتى حاجه، انا يا غير حافظ كتاب الله. وبقى القاضي كيشوف وكيفكر باش غادي يجاوب هاد الشاب بالرفض بلا ما يجرحه. وهو يقول ليه مرحبا بك ولدي، الله ودي ولد المرأة ما يتحقرش، علاش لا ما نعطيكش بنتي، ولكن عندي واحد الشرط، انا ما بغيت لا ذهب ولا ياقوت، شرطي انا هو تلقى لي القصة ديال الراجل اللي كيبيع القرقاع بضربة الكف، يعني كيبيع القرقاع وبلاص ما يتخلص بالفلوس كيتخلص بالتصرفيق. ايوا يا سامعين، قال له لا عرفتي هاد القصة بنتي حلال ليك. خرج الشاب فرحان من عند القاضي يجري عند امه، القاضي عطاني بنته، القاضي عطاني بنته. وقالت ليه امه ايوا واش شرط عليك؟ قال ليها ما شرط عليا حتى حاجه، باين القاضي عزيز عليه الحكايات وراه شرط عليا نحكي له واحد الحكايه. قالت له ديال اش هاد الحكايه؟ قال لها ديال اللي كيبيع القرقاع بضرب الكف. قالت له وليدي وانت عارف هاد الحكايه؟ مهمتي راه اللي بفمو ما يتلف، وزيدون انا غنمشي للحلقه وراه موجودين عطاهم الله اللي كيعاودوا الحكايات وغادي نسولهم، ولا بد يكون شي حلايقي كيعرف هاد الحكايه. وهكذا كان، مشى للسوق وقف كيسمع لواحد الحلقه ديال واحد السيد كيعاود حكايه راس الغول. وهو يقول ليه
اشريف عاود لينا الحكايه ديال اللي كيبيع القرقاع بضرب الكف. قال له ما عرفتهاش وليدي، ومشى لحلقه اخرى وسولو نفس السؤال، وحتى هو قال ليه ما عرفتهاش. بقى الدري يدور من دوار لدوار ومن قبيله لقبيله، والو اللي كيسولو ما كيعرفش هاد الحكايه. بقى على هاد الحال لمده ديال شهر، وفي يوم من ايامات الله تلاقى واحد شريف وقال ليه هاد الحكايه وليدي واقيلا الا سامع بحالها، ولكني بالضبط كيفاش انا راه ما عرفتش. وهاد السيد هذا راه واقيلا كاين اللي عنده هاد القصه هادي، ولكن اش من بلاد حتى هي وليدي ما عرفتش. نقول لك اسكندريه، نقول لك بغداد، اولا شي بلاد اخرى. مشى الدري يجري عند امو، قال لها امي صاوبي لي شويه ديال القديد واعطيني شي خبزات وشويه ديال الحمص، راني ناوي نسافر. الله يا وليدي الله، فين غتسافر وفين غتمشي؟ علاش انت قاد على السفر؟ ايه امي، وعلاش لا؟ اللي بغى العسل يصبر القريص النحل. ايوا بكات امو غردات، ايوا ما لقات ما دير، شدات القديد والخبز والحمص ودارتهم ليه في واحد المزود وعطاتهم ليه وخرج الطريق. ايوا كيف كتعرفوا الدري ما يكسب ما يعلم، ما عنده لا عود ولا بغل، مشى مسافر على رجليه. هو غادي في الطريق مرة يعيا مرة يجلس، مرة يركبو شي حد يعمر بلاد ويخوي بلاد. بقى على هاد الحال ايام طويلة حتى وصل الاسكندرية. وغير وصل وبدا يسول في عباد الله اللي لقاه يسولو على القصة ديال اللي كيبيع القرقاع بضرب الكف، واللي سولو ضحك عليه يقول له سير انت واقي لحمق، كاين شي واحد كيبيع القرقاع بضرب الكف؟ اللي سولو ضحك عليه. وهو على هاد الحال تلاقى واحد الراجل وهو يقول ليه الراجل ده ما حتلقاه الا في بغداد، وهاز حويجاته عاوتاني وشد الطريق لبغداد. وغير وصل وبدا يدور من حومه لحومه ومن زنقه لزنقه ومن سوق لسوق كيقلب على القصه ديال هذا اللي كيبيع القرقاع بضرب الكف. وهو على هاد الحال لقى واحد السيد حاط قدامه واحد الكروسه عامره بالقرقاع، وجا عنده واحد السيد وقال له عبر لي واحد 2 كيلو د القرقاع. عبرهم ليه ودارهم ليه في واحد الشكاره وعطاهم ليه. ايوا بلاص ما يخلصوا مول القرقاع لقاه ليه حنكو، والاخر الوها معاه بتصرفيقه حتى دار. ايوا مشى بحالو بحال مريضنا ما عنده باس. الشاب بقى كيشوف هو معجب، هو يقول هذا هو صاحب دعوتي عليه كنقلب. وهو على هاد الحال وقف واحد الزبون واحد اخر على مول القرقاع، قال له عبر لي 2 كيلو ديال اللوز. عبرهم ليه وعطاهم ليه في الشكاره. ايوا عاوتاني مد لي حنكو وجمع معاه بتمرميقه، ومشى الراجل بحال ما كاينه حتى حاجه. ايوا الشاب جمع الوقفه ومشى عند البياع وقال ليه عبر لي 1 كيلو ونص ديال القرقاع الله يرحم الوالدين. عبر ليه القرقاع وعطاه ليه. الشاب بدا كيقلب في جيبو باش يخلصو، ويقول ليه البياع اشنو كدير؟ قال ليه كنقلب على الفلوس باش نخلصك. قال ليه ها سيدي ها حنكي مرمقها معايا وسير بحالك بلا ما تضيع ليا وقتي الله يعطيك الستر. قال لي انايا نصرفقك على شنو درتي ليا؟ ما درتي ليا حتى حاجه. اشوف سيدي شوف، يا تمرمقها معايا يا تحط هذاك القرقاع من يديك وتمشي بحالك، كاع ما تعطلني الله يعطيك السر. الشاب بقى واقف هو متعجب، قال ليه واخا سيدي ما طلبتي غير الموجود،
جمعها معاه بالتصرفيقه حتى بان ليه البرق فين كاين. وهو يقول ليه هو دابا هز القرقاع ديالك بالصحه والراحه، الله يعاونك اسيدي. قال لي بغيت نسولك اخويا الله يعطيك الستر. قال لي سول. قال له احكي لي حكايتك، اشنو قصتك مع هاد القرقاع واللي كتخلص بالتصرفيق؟ قال لي خود القرقاع ديالك وتقلع من هنا، دخل الشبوق هذا. علاش سيدي باغا تعرف قصتي؟ لا سيدي ماشي سوقك، يلا خوي عليا خليني نسترزق الله، ما تبقاش معمر عليا السوق هكاك. مشى الشاب ورجع عنده لغد ليه، شرا من عنده كيلو ديال القرقاع وجمعها معاه عاوتاني بالتصرفيقه. وهو يسولو عافاك الا ما عاود لي قصتك. قال لي قلت لك سير بحالك، ما غاديش نعاود لك قصتي. مشى بحالو، عاود لغد ليه رجع عنده، وبقى على هاد الحال المده ديال 7 ايام، وهو كل نهار يمشي ياخد من عنده القرقاع ويضربو بتمرميقه ويسولو على قصته. ايوا يا سيادي، النهار السابع البياع طلع ليه الدم وقال للشاب اسيدي راك مررتي عليا هاد البيع عشرة وقلقتيني 7 ايام وانت غادي جاي عليا، واش بغيتي نعاود لك قصتي؟ قال لي هي. قال لي هي لا تعاود لي القصه ديال الحداد اللي كيضرب ضربه وينقز ويجي في الوسط الحانوت ديالو. الا عاودتي لي قصته راني انا نحكي لك قصتي. ايوا قال لي انا فين غنلقى هاد الحداد؟ قال لي الله اعلم، دبر راسك. قال لي انا ما عندي حاجه به، انا عندي الحاجه بالقصه ديالك انت. قال لي عندك حاجه بقصتي وانا عندي حاجه بقصه الحداد، لو كنت كنعرفو فينا هو كاع ما نسولك انت. الله يا سيدي الله، غطول عليا الطريق وانا براني. قال لي هادشي اللي عندي، بغيتي يا سيدي تجيب لي القصه الحداد تبارك الله، ما بغيتيش عطيني اتساع عافاك. ايوا يا سيادي، الشاب حاز امره الله وشد طريقه، كيخوي بلاد وكيعمر بلاد، والبلاد اللي دخل ليها كيسول ناسها على الحداد اللي غير كيضرب ضربه وكينقز يجي في حانوتو لداخل. بقى يسول وهو على هاد الحال حتى نعتولو على واحد البلاد فيها واحد الحداد كيضرب ضربه وكينقز الحانوت لداخل. وهكذا كان، مشى كيقلب عليه حتى لقاه، هو يشوف باللي السيد غير كيضرب ضربه وكينقز يشوف الحانوت لداخل ويرجع. هو يوقف عليه، قال لي السلام عليكم اسيدي. قال لي بلاتي نقز دخل الحانوت عاود رجع. قال لي الله يخليك بغيت نسولك. قال له بلاتي دخل عاوتاني الحانوت نقز وعاود رجع. اش خصك يا ولدي؟ ياك لاباس؟ قال له انا جيتك من البلاد الفلانيه. قال لي بلاتي دخل نقز عاوتاني الحانوت ورجع عنده. قال لي هاش حب الخاطر؟ قال لي جيتك بجاه ربي. قال لي بلاتي مشى يجري عاوتاني نقص الحانوت ورجع. الدري شويه ويحماق، ما كيقدر يكمل حتى جمله على بعضها، والراجل كيمشي يجري ينقص الحانوت ويرجع. قال لي انعم. قال لي بغيتك تعاود لي على القصه ديالك، علاش كتضرب ضربه وتنقص تجي في الحانوت لداخل؟ قال لي بغيتي تعرف قصتي؟ قال لي هي. قال لي سير ولدي يطلب السلامه، واللي في الدنيا يطلب الستر. سير وليدي السر ما السر الله، ودير براسك ما شفتي حتى حاجه وسير بحالك. قال لي لا وها سيدي، انا يا شهرين وانا كنتمشى غير باش نوصل عندك ونسولك على القصه ديالك، وشحال قلبت عليك باش وصلت ليك، وانا راه جاي عندك من البلاد الفلانيه. قال لي واخا سيدي، بغيتيني نعاود لك قصتي؟ قال لي هي. الا بغيتيني نعاود لك قصتي عاود لي الحكايه ديال اللي كيهرس الياقوت وكيرميه في التراب. وهو يقول ليه الولد على ها سيدي كاين اللي كيهرس الياقوت وكيرميه في التراب؟ قال لي هي. كيف ما جاتك حكايتي عجيبه وغريبه،
حتى هاد الحكايه راها كاينه، وسير قلب عليها، ولا حكيتيها لي راني نحكي لك حكايتي. الله يا خويا الله، وانا هاد السيد هذا اللي كيهرس الياقوت فين غادي نلقاه؟ قال ليه الله اعلم، قلب عليه كيف ما لقيتيني غادي تلقاه. ايوا الولد بغا ينيس وقال ندير بناقص من هاد بنت القاضي المشؤومه، مالي عليها وهاد التماره، ضرب الطرقان وحالتي حاله ومكرفص على مالنا. وشويه هو يقول ليه واحد الراس، حيت حنا المغاربه عندنا جوج ريوس راس كيقول لك حاجه وراس كيقول لك حاجه اخرى. ويقول ليه الراس الاخر، لا واه انت تعذبتي هاد العذاب كامل وضربتي هاد الطرقان كاملين باش ترجع خاوي الوفاض وما في جعبه ديالك حتى حاجه. لا لا لا، غير كمل وصبر، راه ان شاء الله غادي ننال. وزيدون اي واحد بغى شي حاجه راه خصو يخدم ويدمر عليها باش يوصل ليها، الدنيا ما كتجيش بالنعاس. وشد طريقه وبكى يعمر بلاد وكيخوي بلاد، يعمر بلاد ويخوي بلاد حتى وصل لبلاد الهند. وكيف ما كتعرفوا بلاد الهند بلاد العجايب والغرايب. وهو كيدور في السوق بان ليه واحد السيد هز واحد الياقوته قدها قد البيضه ديال الحمام، وواقف كيدلل بها في سوق الدلاله، وتقول واحد ساومها ولا جا في جهتها. حتى جا واحد جوج ديال الرجال باينين غراب على المدينه وبداو كيتزايدوا عليها، واحد يقول 1000، لا 1200، لا 1300، 1500، 3000، بقاو طالعين حتى وصلت الياقوته ل10,000. وهادوك الرجال قالوا للبياع ويا الله معانا نوثقوها. قال لهم واخا سيدي سمحوا لي غير نمشي نتشاور مع مولشي. وهو مشى كيجري والشاب تابعه حتى وصل لواحد الدار بابها كبير ومن ذهب، دق فيها وخرجت عنده الخادم، قال لها كلمي سيدك، كلماتو وخرج عنده. اهلا اهلا مرحبا. قال لها مولاي راه الياقوته رصا السوق على هاد الجوج اللي معايا، راه رصات على 10,000 دينار. هو يقول له هي واخا. هو عيط على الخادم، مرجانه مرجانه جيبي لي داك الماعون. خرجت الخادم وفي يديها واحد المهراز ديال الذهب، شد هذيك الياقوته دارها في المهراز وبقى يدق فيها حتى ولات غبره ورماها في التراب. هادوك الجوج اللي كانوا كيساوموا عليها بقاو غير كيشوفوا ما فهموا حتى حاجه. اما الشاب قال ياه هذا هو مول الياقوت اللي كنقلب عليه. اما مول الياقوته غير رماها في التراب، هو يقول اللهم في التراب ولا في كروش ولاد الكلاب. ايوا الشاب منين تاكد باللي هداك هو صاحب دعوته مشى بحاله، ولا غد ليه رجع ودق في الباب. قالوا له شكون؟ قال لهم ضيف الله. قالوا ليه مرحبا بضيف الله، وضيفوه 3 ايام بلياليها وكرموه ايام كرم. ايوا النهار الثالث الشاب هو يسول مول الدار، قال لي انا وياك شركت الملحه والطعام، وانا غريب وبراني على هاد البلاد، وانا نقول لك الحق انا راه جيت كنقلب عليك وجيت مقصد والمقصود الله. بغيت نسولك واحد السؤال. قال ليه مرحبا انت ضيفي. قال ليه بغيت نعرف اشنو القصه ديال هداك الياقوت اللي كطحنو وترميه في التراب. قال ليه كيف ما قلت لك انت ضيفي وما نقدرش نرد لك طلب، وانا غنعاود لك القصه ديال الياقوت اللي كنطحنو ونرميه في التراب. زمان كان با تاجر وتاجر كبير، مني مات الله يرحمه خلى لي رزق كبير ووافر وخلى لي التجاره ديالو، وانا كنت نيه وما كنعرف حتى حاجه وما عنديش تجارب في الحياه، من الدار للجامع ومن الجامع للدار.
ايوا داروا بيا واحد 4 تشلاه بيا، هما لاباس عليهم، ولكن ما عندهم لا صنعة ولا صنيعة، ما كيعرفوا يديروا حتى حاجة من غير النعاس والماكله والشراب. هادشي اللي كيديروا، وكيصرفوا داكشي اللي خلى ليهم والديهم. ايوا يا سيدي، بقاو ينفخوا فيا، السي فلان تبارك الله على السي علان، تبارك الله على سي فرتلان. بقاو ينفخوا فيا وانا عجبني الحال وانا غنيه، وبقيت نصرف عليهم وهما عليا بالسهرات وبالعراضات وبالحفلات، وانا كل شي كيخرج من جيبي، حتى من ماكلتهم كياكلوا عندي في الدار. اما السباطه ديالهم حتى هي على حسابي. مني كنمشي عند الخياط نخيط لبسه، كنخيط بلاصه لبسه 10، كل واحد كياخد بحالي. ايوا الحاصل كل شيء على حسابي وكل شيء من جيبي، حتى واحد فيهم ما كيدير يديه في جيبه واخا غير بالكذوب. وجاب الله كانوا مزوجين، اما كنت عرساتهم كره درتهم على حسابي، وبقيت على هاد الحال. وشويه بشويه وليت كنتخص، وليت كنخسر رزقي، وبعت الحوانت وبعت الاراضي اللي كانوا عندي. فين ما كان شي حاجه خلاها ليا با الله يرحمه بعتها، من غير الدار اللي ساكن فيها. وهاد الشي كامل باش نبقى نصرف على الجماعه وما يعيقوش بيا ويطيحوا من قيمتي. حتى بعت داكشي اللي عندي في الدار وبقيت على الدص، وموالف كل نهار ملي نخرج كنلقاوهم قدام باب الدار مصافين وكيتسناوني باش نخرجوا نتسارى وانا وياهم. هذاك النهار مني نط من نعاس وفقت وانا ما نكسب ما نعلام، حليت باب الدار ما لقيت حتى واحد كيتسناني. النهار الاول، النهار الثاني، النهار الثالث، حتى واحد ما سول فيا. ومنين دخلت معايا الوقت ودخل معايا الجوع، قلت نمشي عند شي واحد من صحابي نقول ليه يسلفني حتى نرد ليه. مشيت عند الاول عطاني دينار، الثاني قال لي ما عنديش، الثالث قال لي يلا ينوب. وانا نقول ايه هذاك السلهام اللي على كتافك، الخياط ديالي اللي خيطوا لك، والخاتم اللي في يديك انا اللي هديته لك، والصباط اللي في رجليك انا اللي شريته لك. وهاد الشي كامل وكتقول لي سير الله ينوب، ويقول لي ايه بارك ما تطول عليا في لسانك، سير دق على الديور وسير طلب وبعد لي انا من داري. قال لي هياه نستاهل، والله الا نستاهل كتر من هاد الشي. ايوا يا سيدي بقيت غادي وكنخمم وقلت موتي حسن من حياتي، حسن نمشي نقتل راسي. واحد شويه ويقول لي راسي نبيع هذيك الدار ديال الوالدين ونهز فلوسها ونمشي لشي بلاد ما كيعرفني فيها حد ونبدا شي تجاره جديده. وهكذا كان، حطيت الدار في البيع وكل ساعه كيجي يساومني واحد فيها. واحد النهار وانايا كنتمشى تلاقاني واحد السيد راجل كبير، كان صاحب الوالد الله يرحمه، كنقدرو وكنحترمو وكنحشم منه. وهو يسولني قال لي مالك وليدي دارك داخلين خارجين عندك الناس ياك لاباس؟ حشمت وحنيت راسي وقلت ليه عمي راه حطيت الدار في البيع. هو يقول لي اشنو؟ الدار اللي تزاديتي فيها وكبرتي فيها واللي تزاد فيها باك وجدك وجدودك كاملين، تسمح فيها وتبيعها؟ ايوا منين تشد فلوسها تطبهم وتبقى دايع، فين غتعيش؟ غتسمح في قبر الحياة ها وتخلي دارك يدخل ليها براني؟ وقالوها وليدي العافية كتولد الرماد، وباك كان سيد الرجال. ودخلات معايا هدرتو وبقى فيا الحال وقلت عنده الحق، ومشيت لداري ودرت واحد الحديدة في السقف ولويت واحد الحبل لويته على عنقي، وقفت فوق واحد الكرسي ديال اللوح وغير دفعته برجلي وانا نجي طايح
وطاحت الحديدة فوق راسي والحبل فوق راسي، وتخوى فوق مني واحد الكوم ديال الحصحص وديال الحجر. وما عرفت راسي واش في الدنيا ولا في الاخره، واش انا ناعس كنحلم ولا بصح. ايوا منين وعيت راسي، نط باش نهز هذاك الحجر. ايوا يا سيادي، ما هو شي حجر، لقيتو ياقوت. لقيت راسي ومخوي عليا كوم ديال الياقوت. ايوا بغيت نجمع الوقفه ونوقف، كنوقف كنزلق في داك الياقوت، غير كنوقف كنزلق فيه. ايوا فرحت قد عيشتي في الدنيا، وبقيت نقز ونشطح ونفرح. الله يا ربي على خير، الله على رزقتيني. وبقيت نفرح ونشطح، وكل مره نزلق في ياقوته ونجي جالس. ايوا جمعت الوقفه وطرفت هذاك الياقوت كله على واحد الجهه، ومنين عليت راسي في السقف بنت لي واحد الثقبه تدخل البشر كله. وانايا نطلع وطليت ولقيت فيها ما لا يحصى ولا يعد من الياقوت والذهب والمرجان. هزيت ياقوته وبعتها وشريت كاع اللي خصني وصلحت داري وكاع داكشي اللي بغيت شريته. ايوا الجماعه اللي كانوا صحابي غير سمعوا باللي عندي الفلوس وتغنيت من جديد، جاو كيجريو عندي للدار. وانا نعيط على الخادم، قلت ليها حطي ليهم الشياطه اللي شاطت من العشاء، وعطيتهم دينار لواحد، وخرجوا من داري وهما مدلولين. خزنت هذاك الياقوت كله في واحد البيت ودخلت وبقيت كنحسب، وانا نلقى واخا نعيش 100 سنه ونخسر ياقوته كل نهار، هاد الياقوت هذا ما غاديش يتسالى. وانا نفكر في صحابي، قلت اجي نصيفط ليهم كل واحد فيهم حفنه ديال الياقوت غير باش نفقسهم. واحد شويه وانا نقول اللهم في التراب ولا في كروش ولاد الكلاب. وداك الشي علاش وليت كل نهار كنخرج ياقوته للسوق وكنحطها في الدلاله ونشوف اخر ثمن غادي تجيب، ونجيبها للدار ونطحنها في المهراز ونخويها في التراب. وهذه هي قصتي. ودخل للدار وجاب لي 5 ديال الشكاير عامرين بالياقوت وبالجوهر وباللويز. قال لي هاك انت عريس وغادي تزوج، هاك باش تبان على نسابك وباش ما يحقروك شيء. وداكشي اللي كان، هداك الشاب شكرو وهز دوك الشكاير اللي عطاه عامرين باللويز وبالجوهر وبالياقوت. اول حاجه دارها داز للسوق، شرا واحد العود جيد وشرا خادم وشرا ليه حتى هو عود باش يركب عليه ويشد طريقه، حيت في الاول كان غير جاي على رجليه ومعذب، اما دابا راه غناه الله. ايوا ورجع في طريقه حتى وصل عند الحداد. قال لي السلام عليكم. قال لي وعليكم السلام. بلاتي امشى نقز وشاف وسط الحانوت ورجع. هو يقول ليه جبتي لي الحكايه؟ قال لي هياه جبت لك الحكايه، وحال ودنيك والغاليه وسمع المعاني. وعاود له الحكايه من اولها لتاليها. هو يقول ليه واخا سيدي، منين جبتي لي الحكايه ديال اللي كيهرس الياقوت حتى انا غنعاود لك قصتي، وعد الحر داين عليه. انا يا سيدي صنعتي حداد كيف ما كتشوف، صنعه خديتها على بويا وجدي. وفي يوم من ايامات الله وانا يا جاي لحانوتي، غير دخلت ولقيت واحد الحمامه سبحان اللي خلقها، جمالها كيخطف البصر، فيها شي لوان عمري ما شفتهم، بحال الذهب بحال الفضه. وانا نقز وطرت بغيت نشدها، غير انا شديت فيها وهي طير بيا. وشفتي هذاك الشرجم شحال ضيق، وسبحان الله بقدرة الخالق خرجت منه، وبقات غدا طايره بيا وانا مغمض عيني حتى حطاتني في واحد المدينه. واحد شويه
كنشوف الناس خارجين لابسين الدهوبات والفرسان بسيوفهم والوزراء، وشي ناس ما فهمتش علاش خارجين وجايين كيرحبوا بيا. جاو واحد 4 الرجال ودخلوني، بقاو عليا سيدي سيدي، ما فهمت حتى حاجه. انا بقيت غير ساكت. دخلوني للقصر وداوني لواحد الحمام، غسلوا ليا. انا كنت داير بحال الفاخره، رجعت كنشعل. ولبسوني اللباس ديال السلاطين وعطروني العطر ديال الملوك. الحصول اتهلاو فيا، وشويه دخلوني لواحد القاعه كبيره، صف على اليمين وصف على اليسار. طلعت واحد 4 ديال الدرجات وجلست على كرسي ديال الذهب، وبداو الشعراء كيقولوا القصائد ديالهم، وهذا كيمدح وهذا كيمجد، وانا ما عرفت راسي واش في حلم ولا في علم. قلت بلاتي هاك ما غالطين، غير خلي بلاتي حتى نفهم شنو واقع. واحد شويه الوزير شكر ديك الشعراء وصفتهم بحالهم، وبداو داخلين الشهود وكتبوا كتابي على الاميره. شويه طاحوا لي على يدي باسوها وخرجوا بحالهم، وحتى الوزير خرج معاهم وبقاو الخدم. شويه كنسمع الخدم كيقولوا السلطان داخل، السلطان داخل. حلوا واحد الباب ودخلوني لدار الحريم، وكنسمع الزغاريت والبندير كيضرب والموسيقى، وناشطين وفرحانين، ودايرين واحد البرزه فيها 2 ديال البلايص. جلسوني في واحد البلاصه ومشاو جابوا الاميره حطوها حدايا. هذيك الاميره كتقول القمر نوض ونجلس في بلاصتك. ما شاء الله، سبحان الله خلقها، من الجمال. انا ما قديت نكمل فيها حتى الشوفه. ايوا سالاو هذوك الاهازيج وسالا العرس، ودخلت للبيت انا وعروستي. توضيت وصليت 2 ركعات، وانا نقول ليها لا مولاتي، عاودي لي على شنو واقع وشنو الحكايه، حيت انا راه ما فاهم والو. قالت ليه هادي من عاداتنا، حنا ملي كيموت السلطان الحاشيه كلها كتخرج لباب المدينه في الصباح بكري، واللي يجي داخل هو الاول كنحطوه سلطان على البلاد. هاكاك، ودابا انا عاد فهمت. ايوا الحمد لله اللي جيت انا وما جاش غيري. هذيك الحمامه ما جابتني غير المكتبي. ودازو ايام وشهور، والسلطانه حملات وجابت الولد الاول، ومن بعد عامين ولدت بنت، ومن بعد عامين اخرى ولدت ولد اخر، حتى ولاو عندي 2 ولاد وبنت. واحد النهار في يامات الله وانا خارج للصيد، كيتبان ليا في الجنان واحد البنت. اش غنقول لك اخويا، في الجمال، نوصف لك حتى نشبع وما نوفيش حقها. وانا نسول على شكون هاد البنت. قال لي الوزير هاديك بنتي وخدامتك. نعم سيدي. ايوا سمعت مراتو هاد الكلام، قالت له اجي انت، واش بصح خطبتي بنت الوزير؟ قال لها واش فيها، الشرع عطانا 4. وهي تجمعها معايا بواحد التصرفيقه حتى بان لي البرق بين عينيا، وهي تقول لي انت ما تيقرش فيك الخير، انت نكر الخير. وانا نقول لها هاد الخير هذا مالك درتيه فيا انتيا، راه هي عاده في بلادكم، هادشي اللي كاين. وهي خرجت، وانا بقيت نخمم اش غندير ليها، نقتلها، نطلقها، اش ندير ليها. وبقيت نخمم، وانا على هاد الحال بانت لي هذيك الحمامه مره اخرى. نسيت كل شيء وانا نقز باش نشدها، عاوتاني وهي تطير بيا حتى رجعتني للحانوت، ولقيت راسي لابس هاد البلوزه الزرقاء وكلي مطلب الحموم، ورجعت على حالي كيف ما كنت. لا انا بمرة، لا انا بولاد، ولا بملك. بقيت ربنا خلقت انا بحال كنت غا كنحلم.
وشكون يعرف، تقدر شي نهار ترجع الحمامة وتطير بيا عاوتاني وترجعني لمراتي ولولادي. وعهدت ربي ما نتزوجش بنت الوزير وما نبدلش مرتي. وبقيت نضرب ضربة وننقز الحانوت على الله وعسى هذيك الحمامة ترجع باش ترجعني عند مراتي ووليداتي. وانا راه عوام وسنين وانا على هاد الحال، والحمامة ما بان ليها اثار. وهو يقول ليه نعطيك واحد النصيحة يا خويا. قال لي هي؟ قال له نسى عليك هذيك الحمامة، راه محال ترجع، حيت الفرصة كتجي مرة وحدة في العمر، وربي بغى يختبرك، عطاك واحد الخبيزة باش تصبر عليها وتحمد الله عليها، بقيتي كطير حتى جبتيها في راسك. ودابا احمد الله اللي باقي عندك العقل وباقي عندك الصحة، اخدم على راسك وعيش حياتك ونسى اللي فات، حيت اللي فات عمره ما كيرجع. ودابا غير الله يصبرك وعيش حياتك كيف ما قلت لك. ودابا سيدي خليتك على خير، انا غادي نشد طريقي لبغداد. ايوا يا سيادي هكذا كان. شد الشاب طريقه لبغداد وغير وصل وقف على مول القرقاع، قال ليه السلام عليكم. مول القرقاع قال ليه مرحبا شحب الخاطر. قال ليه ما عقلتيش عليا؟ قال ليه لا ما عقلتش عليك. قال ليه ياه من حقك، صراحة غبت عليك مدة طويلة، انا هو اللي جيت سولتك على قصتك وقلتي لي نمشي نجيب لك القصة ديال الحداد وهنا جبتها لك. قال لي دابا تفكرتك. قال لي وجدتي لي القصة الحداد؟ قال لي هي. هو يقول للناس يلا سيادنا اليوم ما كاين لا بيع لا شراء، جمع هذيك الكروسه ديالو وقال للشاب يلا معايا انت اليوم معروض عندي للدار الغدا. داه معاه لدارو وغداه وحمد الله وشكره على النعمه، وقال له دابا عاود لي على الحكايه. وهو يعاود له الحكايه من اولها لتاليها، وقال له دابا منين جبتي لي الحكايه د الحداد انا غادي نحكي لك حكايتي. انا مات الوالد ديالي وانا صغير، خلى لي شي ارث انا والاخ ديالي، وغير قسمناه جاني في حقي شي حوانت وشي اراضي وشي فلوس. الحاصل رزق كبير خلاه لي الوالد الله يرحمه، وانا كنت شاب وطايش وداروا بيا ولاد الحرام وكلاو لي رزقي وعلموني الفساد، وليت نخرج هنا ونسهر هنا وندير هنا وخسرت فلوسي كاملين. ايوا نهار اللي طبيت قلت مع راسي ونمشي عند خويا ولد امي وبويا، هو اللي يهز لي بالي حسن من البراني. هو غير مشيت عند خويا ودقيت عليه، قال لي فين جاي يا سيدي؟ ملي كان عندك فلوس باك دخلتي فيه طول وعرض وطبيتيه ودابا جاي عندي، يلا الطريق اللي جابتك تردك، عمرك ما تعاود تجي عندي. ايوا وانا راجع في الطريق وكنخمم الله يا ربي منين غنجيب الفلوس باش ناكل، وانا دابا بقيت على الدص ما بقات عندي حتى حاجه. وانا كنخمم طاحت لي في بالي واحد الفكره، نهز فاس ونمشي للغابه نحطب ونبيع الحطب في السوق وناكل منه. وداكشي اللي كان، هزيت فاس مشيت للغابه، يالله ضربت الضربه الاولى، هو يخرج ليا واحد الجن قال لي مالك سيدي واش انا ناعس وانت جاي مصدعني؟ قلت له اسمح لي انا راه جيت غير باش نسترزق الله، غير باش ناخذ شي حاجه باش نشري بها شي خبيزه ناكلها. هو يقول لي هاك هاد البوق وسير ما نعاودش نشوفك هنا. خديت هذاك البوق وديته للدار، غير نفخت فيه وبدا كيطيح منه اللويز، وشحال فرحت. بقيت كناخد داك اللويز وكنبيع، شريت كاع داكشي اللي خصني وصلحت داري، وكاع داكشي اللي كتمنى خاطري درتو، ورجعت التجاره ديالي كيف ما كانت، وليت التاجر الفلان الفلاني. اسمع خويا بيا وجا عندي للدار وقال لي منين جاك هذا الرزق؟ قلت لي هذا رزق ديال ربي، عطاه لي ربي مرحبا به،
بقى يدور عليا ويدور ويجر ليا لساني. بقيت حتى قريت ليه، قلت ليه ها كاين ها ما كاين. ايوا هدرنا وتكلمنا وتعشينا ونعسنا لا غد ليه الصباح كنفيق ما لقيت لا البوق لا خويا. عرفت باللي خويا داليا البوق وخلاني الله كريم، وبقيت على هذاك الحال حتى كليت كاع داكشي اللي كان عندي، وشويه بشويه وليت كنبيع حتى داكشي اللي شريت، وحتى من التجاره ديالي كسدات. ايوا اش غندير ما ندير، نعاود نرجع للغابه. هزيت فاسي ومشيت للغابه، عاود ضربت ضربه، خرج ليا عاود داك الجن وهو يدور فيا. قال لي ياك لاباس، ديك المره جيتي فيقتيني وعطيتك بوق وقلت لك سير بحالك، مالك عاود راجع مصدعني. قال لي راه انايا ما لقيت ما ناكل وداك الشيء علاش جيت نحطب، وراه البوق مشى ليا. ايه حيت انت اللي فضحتي سرك، كان عليك تربط لسانك بين سنانك وتحفظ سرك الا بغيتي تطلع وبغيتي تنجح. كيف ما قال سيدنا رسول الله، صلوا على سيد النبي. اللهم صل على الحبيب وسلم. واستعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان. ايوا يا خويا، اعطاني هذاك الجن واحد الحاجه، قال لي علقها في دارك، وديتها فرحان بها، علقتها وقلت دابا شويه غيبدا يطيح ليا اللويز. وشويه هذيك الحاجه بدات كدردر ليا غير القرقاع، كدردر القرقاع. هزيت داك القرقاع بديت نبيع فيه، اديته للسواق، اديته للبلدان، داري غرقات قرقاع وداع في المدينه، حتى الدراري الصغار ولاو يلعبوا به. والقرقاع ديالي ما بقى ساوي حتى فلس. وليت كل نهار نعمر كروسه ونديها للسوق، اللي يقول لي عبروا لي 1 كيلو ولا 2 نقول ليه عطيني تصرفيقه على الكلاخ ديالي باش نتعلم نربط لساني بين سناني. اللي جاي يقول لي عبر لي نقول ليه صرفقني، ونستاهل كتر من هكا، واخا فات الفوت غنبقى هكا العمر كامل باش يالله نتعلم. وهذه هي حكايتي. خصك شي حاجه اخرى؟ لا سيدي، الله يرحم الوالدين وخلاه بخير ورجع لبلادو. وغير وصل عند ميمتو ولقاها مسكينه حازنه وكتبكي، بقى لها غير شويه وتعمى بالبكا، حيت نيسات منه يصحاب لها واش ولدها مات. وهو يقول لها فرحي يا ميمتي فرحي، راني جبت الشرط ديال القاضي. وفرحات ميمتو وسعدات برجوع ولدها. ولا غد ليه جاب البنايه اللي صلحوا ليه دار ويصوبها ويأتتها، وصوبها من داك الشي اللي كتبغي الخاطر. ايوا من بعد مشى عند القاضي وحط لي قدامه حفنه ديال اللويز، قال له انا جيتك وجبت لك القصه اللي بغيتي وفوق منها حفنه د اللويز. قال له القاضي اش من حكايه وعلاش هاد اللويز؟ قال له باش تعطيني بنتك. قال له اش من حكايه الله يهديك، غير هاد اللويز كافي. وجاب الشهود وعيط على العدول وزوجوا بنته. ما جا فيني دور الخميس حتى كانت العروسه في دار راجلها. ايوا فرحات ميمتو به. هو يقول لمو ايوا شفتي يا امي، كتقولي ليا كي ندير نخطب لك بنت القاضي، راه الرزاق هو الله والعاطي هو الله، ولا بغالك الله شي حاجه غادي تنالها، غير هو خاصك تخدم وتدمر عليها باش توصل ليها. وهكذا سالت حكايتي ومشات حكايتي من واد لواد، وبقيت انا مع الناس الجواد.